السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب ام علي عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير وبصحة جيدة. احنا النهاردة هنعمل مع بعض الترمس الملون او الشيكابون بطريقة سهلة وبسيطة، هتكليف يوم. يفرق ايه؟ شايفينه عندك ده شيكابون بتاعنا اللي هو الحلويات، وده الترمس بتاعي اهو. مش هيفرق حاجة تفرح العيال وتدخل عليهم السرور في عيد الفطر المبارك. كل سنة وانتم طيبين. الترمس بتاعي جميل وبسيط، هتكليف نفس اليوم ان شاء الله، يعني يوم واحد. وعملنا كمان مع بعض الخلطة بتاعة الدقة بتاعة العربية بتاعة الترمس اللي كلنا بنحبوها، والطريقة كمان جوه الفيديو هنعملها ازاي. يلا قومي اعملي الترمس، هتلحقي ان شاء الله تعمليه قبل عيد الفطر المبارك. كل سنة وانتم طيبين حبايب ام علي. يلا فرحوا بقى ام علي، واعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا زرار الجرس على كلمة الكل. اللايك بيرفع الفيديو ويفرحني. يلا بقى عشان ندخل نشوف الترمس بتاعنا الجميل ده هنعمله ازاي. اول خطوة معانا هنجيب الترمس الحلو بتاعنا، مش البلدي، عشان ده سريع طبعا ممكن تكليف يوم. هنقيه كويس قوي، هنقيه كويس قوي من اي ترمسة تكون مسوسة مخرومة شكلها مش محبوب، اي قشر. وطبعا ما تقلقوش انتوا لو نسيتوا اي حاجة هتبصوا انتوا حاطينها في المية طلع فوق الوش هتقدري تشيليها بسهولة. يلا بقى بينا هنشوف تاني خطوة هنعمل ايه. هجيب بولة وهنزل فيها الترمس بتاعنا ده. بعد ما حطيت الترمس في البولة بتاعتي هاخده تحت الحنفية، هغسله غسلة كويسة قوي. بصوا حبايبي كده انا غسلته غسله كويسه قوي، الميه بتاعته رايقه اهي. هغطيه بالميه واللي انا قلت لكم عليه. شايفين الترمسه دي اهي طلعت فوق الوش، هستبعدها لانها بايظه، وهسيبه كده 18 ساعه. 18 ساعه اغير الميه بتاعته لمده 18 ساعه. بعد 18 ساعه هنرجع نشوف هنعمل ايه في الترمس الجميل والوصفه البسيطه اللي بيحبها اولادنا ويتفرحهم قوي قوي في العيد، يدخل على قلبهم السرور. بعد 18 ساعة هنرجع نقول بقية الوصفة. سلام مؤقت ونرجع بعد 18 ساعة. ورجعت لكم تاني يا حبايبي بعد ليلة كاملة. ادي الترمس بتاعي بعد ما نقعته ليلة كاملة. زي ما انتوا شايفين انا غيرت البولة لان البولة التانية كانت صغيرة عليه، لان انا لما بنقع الترمس او اي بقوليات بتحس ان الحجم بتاعها بيتضاعف وبيكبر. فدلوقتي الترمس بتاعي بقى كده، غيرت له الميه كتير. يلا بقى على اقرب حل عندنا وعلى البوتاجاز هنغليه من ربع ساعه لتلت ساعه، اكتر من كده لا. طب هنسيب الترمس في الميه بتاعته لحد لما تهدى خالص. سبب ان انا اسيب الترمس بتاعي جوه الميه بتاعته عشان احافظ ان القشره ما تتخلعش من الترمس بتاعي. يلا بقى بينا نغليه ونسيبه في الميه بتاعته لما يهدى خالص، ونشطفه ونغير له الميه كم مره، ونرجع نشوف هنعمل ايه في الوصفه بتاعتي. ورجعت لكم حبايبي بعد ما غليت الترمس حوالي ربع ساعه، وهنا كمان غسلته كويس قوي. معلومه كل ما يتكون ريم على الترمس بشيله، شطفته شطفه كويسه وغيرت له الميه كم مره. ويادي اهو الميه رايقه قدامكم جميله. وادي لون الترمس كمان لما بيجي يتسلق بيتغير لونه كده الى اللون الاصفر. يلا بقى بينا نشوف الخطوة التانية هنعمل ايه. هنا هنجيبوا 4 بولات بيكونوا غواط كده زي ما انتوا شايفين، وهحط فيهم كمية من الترمس زي ما هنشوف دلوقتي معايا كده. بعد ما حطيت في كل بولة حبة من الترمس بتاعي، هنجيب عندي الوان الطعام الصحية اللي مصرح بيها من وزارة الصحة. الالوان دي يا حبايبي اللي احنا بنحطها في التورت والجاتوهات وبنعمل بيها السكر اللي هو بتاع الحلويات. خلاص بنلون بيها السكر الحلويات بتاع التورت. دي ما تقلقوش دي مصرح بيها من وزارة الصحة، دي صحية. هرجها الاول وهحط اللون الاحمر الاول، هحط اللون الازرق. على فكرة الالوان دي انا جايباها من فتح الله، هتلاقوها عند اي سوبر ماركت كبير. هحط هنا لون الازرق، لون الاخضر، وطبعا عشان الترمس بتاعي اللون الاصفر بتاعه مش باين فهحط اللون الاصفر. ميه سخنه بتغلي وهنزل على اللون بتاعي
ما قلتلكمش ان الميه ديت انا مملحاها. طب انتي حطيتي الملح ليه بره الميه يا ام علي؟ عشان اتاكد ان الملح ده كويس، ما ركزت في حته معينه من الترمس. وهقلب. هحط معلقه خل عشان هثبت اللون. ما تخافوش، مش هيبان طعمه حلو. وهسيبها نص ساعه كده في الميه بتاعتي المغليه، ونرجع نشوف بقى شكلها ايه ونكمل الفيديو مع بعض. ورجعت لكم حبايبي بعد حوالي، انا ما قعدتهوش ولا نص ساعه ولا ساعه، انا قعدته ساعتين بصراحه، لان عملت الاكل واتلهيت ونسيته. بس عايزه اقول لكم دي النتيجه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. شايفين شايفين شايفين؟ طب تعالوا بقى نشطفوه ونشوفوه. بس عايزه اوريكم انا عملت ايه. انتوا عارفين انا بحب العب، حطيت لون على لون واداني لون حلو قوي. طبعا دي معروفه، دي الالوان الرئيسيه. لما نحط الازرق على الاحمر هيديني بنفسجي، مش عايزه مشكله. نحط الازرق، هنحط الاخضر على الاحمر هيديني اورانج او برتقاني. ممكن احط الاصفر على الازرق هيديني اخضر فاتح. تعالوا بقى اقول لكم انا عملت ايه. اقول لكم الالوان دي انا دمجت لونين مع بعض وادوني الالوان الجميله دي زي ما انتوا شايفين. طب ما انت عامله يا ام علي اخضر. عايزه اقول لكم ان الاخضر اللي عندي غير الاخضر ده. بصوا شايفين؟ ده فاتح وده غامق، ولو سبته تاني هيغمق اكتر. طب ودول يا ام علي؟ لا والله انا قلت ايه، هطلع حبه ازرق قبل ما يبقوا ازرق غامق ادوني اللون ده، وهطلع حبه احمر قبل ما يدوني الاحمر اللي انتوا شفتوه فادوني اللون ده. مش وحش، واحنا بنلعب بالالوان والعيال بتفرح وكمان انا بفرح معاهم. تعالوا بقى نشطف الحاجات دي ونشوفوا هيبقى شكلها ايه لما تتشطف خالص. رجعت لكم بعد ما شطفته. طب انتي عملتي ايه يا ام علي؟ طب ما هي ما هو في الميه. ايوه ما انا عارفه ان هو في الميه، بس انا عايزه اقول لكم حاجه. انا عايزه اقول لكم بصوا الميه رايقه ازاي، الالوان ثابته. يلا بقى بينا نصفي كل ده ونشوفوا هنعمله ايه. طبعا احنا عارفين ان احنا لما نيجي ناكل الترمس بره بنعشق قوي الدقه اللي بيحطها لنا الراجل اللي بيبيع الترمس. فانا بعمل ايه بقى؟ طبعا لسه بدري على العيد. هعمل ايه؟ انا بجيب علبه زي دي كده اللي هي سكريه او اي حاجه عندك كده ليها غطا زي ما انتم شايفين، وبحضر الدقه بتاعه العيال بدنتهم. بجيب معلقه من الملح، معلقتين كمون، معلقه دي مش شطه، دي بابريكا بس انا هحط شطه برضو، نص معلقه شطه، وهخلطهم على بعض وهعينهم في الدولاب. العيال لما تيجي تاكل الترمس بيطلعوا، بيجيبوا طبق، هم عارفين طبعا الطريقه انا معلمها لهم. بيجيبوا طبق ويحطوا فيه الترمس بتاعهم، ويجيبوا معلقه من الدقه دي وكوبايه ميه، وبيحطوا ليمونه عليه، بيعصروا ليمونه وياكلوا. هم بيحبوها كده. ودي الخلطه بتاعه الدقه بتاعه العربيات، يعني دي الخلطه بتاعه العربيات. يلا بقى بينا شوف هنقدم الترمس الجميل بتاعنا ده ازاي. ايه رايكم؟ هنقدمه بالشكل ده. دي في العيد هيدي منظر حلو والعيال هتفرح بيه واحنا كمان هنفرح بيه. وادي الترمس بتاعنا الملون او شيكابون الترمس. طريقته سهله طبعا وجميله وطعمه جميل وبيفرح العيال. وادي كمان عملنا مع بعض الخلطه بتاعه الترمس اللي بناكلها على العربيات اللي هي دقه الترمس، محضراها. وادي الليمون في اي وقت قلت لكم كمان في الفيديو الطريقه بتاعتها ازاي وهنعملها ازاي. كده انا خلصت معاكم الفيديو بتاعي. يا رب كده اكون حاجه جديده. انا بحب اعمل الحاجات الجديده، الحاجات المبهجه وفي نفس الوقت مكونات بسيطه مش هتغرمك اي حاجه، كلها من البيت. لو كنتي لسه معايا ووصلتي معايا لحد هنا اعملي لايك، حطي لايك للفيديو. ولو اول مره تزوري قناتي اعملي اشتراك وفعلي زرار الجرس على كلمه الكل. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الفطر. ادينا احنا عملنا الترمس اهو، ممكن تعمليه على فكره يوم وتاكليه منه لان ده ترمس حلو والطريقه سهله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وان شاء الله استنوني في فيديو تاني من فيديوهات ام علي المتنوعه.